والدة أوزان اعترفت بأن أوزان ارتكب خطأ فادحا وتزوج المرأة الخطأ. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة الحاكمي. أهلا بكم في القناة. جميع التفاصيل في أخباري. قبل الانتقال إلى الأخبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وفتح الإشعارات والضغط على زر الإعجاب. تابعوا القناة. أوزان كبابا أحد أكثر الوجوه المحبوبة على الشاشة، كان حديث الساعة مؤخرا بسبب الاضطرابات في حياته الخاصة. انتشرت لأول مرة شائعات زواج الممثل الناجح الذي أسر قلوب الملايين بمسلسل زهور الدم من زوجته السابقة بوكيت وكواليس هذا الزواج. لكن هذه المرة لم يصدر التصريح المفاجئ من أوزان أو بوكيت، بل من والدة أوزان كبابا نفسها. صرحت والدة أوزان كبابا في بيان مؤثر للعائلة أن أكبر الندم في حياة ابنها كان زواجه من بوكيت. وجاء توبيخ الأم الصادق بهذه الكلمات: كان أوزان يعلم أن المرأة التي يحبها هي سينام، لكن الوقت لم يكن مناسبا. كان هناك ضغط عندما تلقى خبر حمل بوكيت، اتخذ خطوة تحت ضغط العائلة، لكن ذلك لم يكن قرارا نابعا من قلبه، بل كان قرارا اضطراريا، مشير إلى أولى بوادر شقاق عميق في العائلة. بوكيت حاملة، فهل سيتزوجان مجددا؟ يفترض أنه عندما علمت بوكيت بحملها بطفل أوزان عادت علاقتهما السابقة إلى الواجهة. على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك من مصادر رسمية بعد، إلا أنه وفقا للشائعات التي تدور خلف الكواليس تزوج أوزان كبابا من بوكيت للمرة الثانية. ومع ذلك لم يظهر هذا الزواج صورة رومانسية أو مثالية في نظر الجمهور. كان الاسم الذي قيل إنه الملك الحقيقي لقلب أوزان هي سينام أونسال. سرعان ما تطورت الصداقة التي بدأت في موقع التصوير بين أوزان كبابا وحبيبته في مسلسل المدينة البعيدة سينام أونسال إلى حب عميق، واستمر انسجامهم الرائع على الشاشة خلف الكواليس أيضا ولفترة طويلة. انتشرت مزاعم قوية حول وجودهما معا، إلا أن قرار أوزان بالعودة إلى طليقته بدلا من مشاركة هذا الحب مع الجمهور صدم عائلته ومعجبيه. وجادلت والدته بأن هذا الخيار كان ببساطة زواجا بين الضمير والمسؤولية، وقالت معبرة لأول مرة عن صراع ابنها الداخلي: عندما أنظر في عيني أوزان أعرف متى يكون سعيدا ومتى لا يكون كذلك. كان يبتسم لسنام كطفل، الآن لم يعد هذا النور ينير رجاءه. تشير هذه التصريحات أيضا إلى وجود توتر كبير في عائلة أكبابا. أوضحت والدة أوزان عدم رضاها عن زواج ابنها الثاني من بوكيت، وأعلنت لأول مرة بكل صراحة ووضوح أن سينام هي الشخصية التي ترغب بها كعروسة. وقالت: رأيت سينام زوجة ابني، ليس أنا فقط بل العائلة بأكملها. الآن يصمت الجميع لأن أوزان غير سعيد، كاشفة عن قلق العائلة. أما أوزان أكبابا محور كل هذه الاتهامات فيلتزم الصمت، ولم يدلي بأي تصريحات واضحة للجمهور حول تصريحات والدته المفاجئة ولا حول زواجه الثاني واتهامات نسب الأبوة الموجهة إليه. ومع ذلك يطالب المعجبون الممثل الشهير بالتوضيح من خلال إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ أوزان في سينام. أما وجهة سينام أونسال فهي هادئة نسبيا، حيث تفضل الممثلة الجميلة عدم الإدلاء بأي تصريحات. ومع ذلك لم يفلت وحدتها وصمتها من اهتمام خاص في حفلات توزيع الجوائز التي حضرتها مؤخرا. يعتقد المعجبون أن الممثلة الجميلة محطمة القلب، وأن قصة الحب هذه لم تنتهي بعد. أين ستنتهي قصة الحب هذه؟ من الغريب أن أوزان كبابا سيتجه إلى الماضي أم المستقبل. تتحدث عائلته ومعجبيه والجمهور عما إذا كان عليه الاختيار بين اتباع قلبه أو مسؤولياته. في هذه المرحلة الجديدة التي تبدأ مع بوكيت، هل أوزان سعيد حقا أم أنه يعيش فقط بدافع الالتزام؟ تشير الشائعات المتداولة خلف الكواليس وكلمة والدته الصادمة إلى أن العواصف في حياة أوزان كبابا الخاصة لم تهدأ بعد. الحب والضمير والعائلة وتصفية الحسابات مع الماضي. لا يعرف كيف ستنتهي هذه القصة، لكن يبدو أن صمت أوزان كبابا لن يدوم طويلا. فقد فاجأت التصريحات القاسية لوالدته التي قالت فيها إنه تزوج المرأة الخطأ عالم الصحف الشعبية. ورغم الضجة الهائلة التي تجتاح العائلة، فإن صمت أوزان يزيد الأمور حيرة. وينتقد المعجبون الممثل بتعليقات متتالية على مواقع
مواقع التواصل الاجتماعي. اختبر الحب الحقيقي واستمع إلى قلبك. هل أجبر أوزان على الزواج؟ ووفقا للادعاءات المسربة من دوائر مقربة من أوزان كبابا بعد تلقيه خبر حملة بوكيت، أعاد أوزان التفكير في الزواج إلى جدول أعماله تحت ضغط شديد من عائلته وبتأني. إلا أن شائعات انتشرت تفيد بأن هذا القرار اتخذ فجأة وعلى مضض، وتثبت معارضة والدته العلنية لهذا القرار أن أوزان لم يتلقى دعما عائليا عند اتخاذه هذا القرار. سينام أونسال شريكة أوزان في التمثيل وصاحبة قلبها لفترة تفضل قضاء هذه الفترة في صمت، لكن صمتها ألا يعني أنها تخفي مشاعرها. يقال إن سينام قالت لأصدقائها المقربين: لأول مرة شعرت بالاكتمال بجانبه. لا تزال ذكريات الأيام التي قضوها الثنائي معا في موقع التصوير حاضرة في أعين المعجبين. ذلك النور الذي أشرق عند تلقي نظرتهم هو تفصيل لا يزال الكثير من المشاهدين يتذكرونه، خاصة في حفل توزيع الجوائز الأخير. لم تترك أوزان سينام وشأنها، وجعل الجميع يتساءل: هل ما زال هناك شيء ما؟ أعاد القضية إلى جدول الأعمال. على الرغم من قراره بالزواج من بوكيت، هناك دلائل قوية على أن مشاعر أوزان تجاه سينام لم تتلاشى تماما. ألم يعد أوزان أكباب الآن مجرد ممثل، بل أصبح أيضا رجلا عالقا بين قلبه وعقله. ومن جهة بوكيت والدة طفله، ومن جهة أخرى سينام أونسال التي يقال إنه يحبها حبا حقيقيا. يقول كثيرون ومنهم والدته إنه لا يصغي إلى قلبه، ولهذا السبب هو تعيس. ولعل كلمة والدته: ابني لم يعد يضحك، كان هناك وقت ابتسمت فيه عيناه بجانب سينام، كانت التعبير الأشد إيلاما عن هذا الحب الثلاثي.